السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة. طبعا كعادتنا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نبدأ بقى المشكلة اللي جاية لنا. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا شاب عندي 25 سنة. أنا كنت شغال في شركة كبيرة، ومن أول يوم دخلت كنت حاطط هدف واحد: أجمع فلوس. كنت بشتغل من 9 الصبح لحد 12 بالليل، وأوقات بكمل للصبح. مفيش خروجات، مفيش راحة، حتى أهلي ما بقتش أشوفهم غير بالصدفة. صحابي كانوا بيتريقوا عليا ويقولولي أنت بقيت ماكينة شغل، وأنا كنت باخدها فخر وأقول بكرة تشوفوا أنا هبقى إيه. وفعلا المرتب كبر، بقيت اشتري حاجات ما كنتش بحلم بيها: عربية جديدة، موبايل غالي، لبس براندات. بس رغم كل ده عمري ما حسيت اني مبسوط. كنت برجع اخر اليوم ارمي نفسي على السرير، جسمي مرهق، عقلي مشوش، ومفيش حد حواليا. امي كانت دايما تقولي يا ابني كلنا عايزينك معانا، الفلوس بتيجي وتروح، بس صحتك لو راحت مش هترجع. وانا ارد عليها واضحك: يا ماما خليني اعرق دلوقتي عشان اعيش بكرة مرتاح. بس بكرة دوا ما جاش. اللي جه كان يوم وقعت فيه في المكتب قدام زمايلي. صحيت لقيت نفسي في المستشفى، والدكتور واقف فوق راسي بيقول لي انت استهلكت نفسك بدري، جسمك لسه صغير بس كأنك عندك 50 سنة من كتر الضغط. انا عمري ما حسيت بالضعف قد اللحظة دي. شفت دموع امي وهي ماسكة ايدي وتقولي كنت بقولك يا ابني اسمع كلامي. وشفت ابويا ساكت ومكسور، واللي طول عمره كان فخور بيا دلوقتي مش قادر يرفع عينه فيا. الفلوس كانت في البنك، لكن ما قدرتش تشتري لي نفس اتنفس بيه من غير وجع. الفلوس كانت في البنك، لكن ما قدرتش تشتري لي نفس اتنفس بيه من غير وجع. ما قدرتش ترجع لي سنين شبابي اللي ضاعت قدام شاشة الكمبيوتر. ما قدرتش تعوضني عن صحابي اللي بعدوا عني عشان ما عنديش وقت. رجعت بيتي بعد المستشفى، دخلت اوضتي، قعدت على السرير وبصيت حواليا. كل الحاجات اللي اشتريتها بالفلوس موجودة: الموبايل، الساعة، اللبس، بس مفيش روح. الأوضة فاضية وأنا جوايا أفضى منها. ساعتها فهمت الدرس اللي عمري ما هنساه: الفلوس ممكن تشتري حاجات كتير، بس مش هتعرف تشتري الصحة ولا الراحة ولا الحب. دلوقتي أنا تايه، عايز أعيش وأشتغل بس من غير ما أكرر نفس الغلطة. مش عايز أصحى تاني على سرير مستشفى وأفتكر إن عمري ضاع. عبد الرحمن، سؤالي ليك: إزاي ألاقي التوازن بين إني أبني مستقبلي وإني ما أخسرش نفسي وصحتي وحياتي في النص؟ بص، أنا عايز أقولك، أنا عارف إن أنت زي أي شاب عايز تتعب النهاردة عشان ترتاح بكرة. بس أنا عايز أقولك على حاجة. أنت النهاردة لو شاب أو عادي، شخص عادي، بدأت شغل لسه شخص جديد. أنت في بدايتك مثلا لسه مش متعود على تعب الشغل، على إرهاق الشغل، مش متعود على أي حاجة. مثلا بتشتغل بالعافية 4 ساعات، أوبا شوية كده زودتهم بقوا 6 ساعات، أوبا زودتهم بقوا 8 ساعات، أوبا زودتهم بقوا 8 ساعات، أوبا زودتهم بقوا 12 ساعة. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن أنت بتيجي على نفسك وبتيجي على صحتك. بتيجي على نفسك وبتيجي على صحتك. دلوقتي أنت لما بدل ال 12 ساعة دي تشتغلها تروح شغال 18 ساعة، إيه اللي بيحصل؟ أصبح إن أنت بدل ما يبقى تشتغل ال 12 ساعة وتبقى تعبان، تشتغل 18 ساعة وتبقى ميت. صحتك داخليا وطاقتك وقوتك وعقلك وتركيزك بتستنفذ. انت مع الارهاق المتواصل ومع الشغل المتواصل ومع الضغوط الزايدة تعبت، جيت على صحتك. واكبر غلط واكتر حاجة غلط الواحد يعملها انه يجي على صحته. ليه؟ هتيجي على صحتك، مفيش حاجة تعوض الصحة. انت هتيجي على صحتك النهاردة،
مفيش حاجة تعوض الصحة، لا فلوس ولا بيوت ولا أي حاجة ولا عربيات ولا أي حاجة. ليه؟ أولا أنت لما ما يبقاش عندك صحة مش هتعرف تعيش الحياة اللي هي السوية زي أي حد. فلذلك اوعى تيجي على صحتك من أجل أي حاجة، اوعى تيجي على نفسك وعلى صحتك من أجل أي حاجة. خد لي بالك من صحتك واعتني بصحتك، لأنك مهما عملت في الدنيا وتعبت وصحتك راحت، صحتك لو لا قدر الله راحت، فلوس الدنيا لا تساوي الصحة مهما كان عندك فلوس قد ايه. فخد لي بالك من صحتك وركز، يعني ما تتعبش نفسك قوي. خير الامور الوسط، اشتغل وسط، اشتغل وسط. بدل ما تشتغل يعني اضعاف الشغل بتاعك اليومي، اشتغل النص، اشتغل النص. بدل ما بتشتغل مش عارف 12 ساعة، اشتغل 8، اشتغل 6. حاول ان انت يعني تسترجع صحتك شوية بشوية، وتقلل مواعيد عملك شوية، وتقلل الشغل لحد ما تبقى قوي كده ان شاء الله، وتشتغل بعد كده بالمعقول بالمعقول. سؤالي: ازاي الاقي التوازن بين اني ابني مستقبل واني ما اخسرش نفسي وصحتي وحياتي في النص؟ حاول انك تعيش الحياة بالتوسط، يعني اشتغل ساعات متوسطة وعيش حياتك زي اي حد، برضي بالمعقول. اقعد مع اهلك، اخرج مع اهلك، فسح مع اهلك، اقعد حكي مع اهلك، اقعد اضحك، اقعد هزر مع اصحابك. خلي يعني في شوية في حياتك كده من المرح، افرح وتبسم وما تبقاش كل حياتك يعني كلها شغل وعمل وضغط. كده خلي بالك من صحتك، وانتبه لنفسك، وانتبه لحياتك، وتوسط وخليك متوسط في كل حاجة. واتمنى اني اكون افدتك، ونشوفكم في حلقة جديدة، والى اللقاء.